حنا عندنا واحد 4 المفردات كبار، لو كان تربينا عليهم نمشيو بعيد. المفردة الأولى هو البركة. البركة راه ماشي خيال، وراه الغرب وكيعترف لنا البركة هي اللي شار لها السي كمال ضرب في العريضة وترجع. من الناحية الفيزيائية الاحتمالات باش تدخل بحال باش تخرج. علاش ديما كتخرج؟ لو كان ما كانتش البركة، وبزاف الناس فسدوا علينا هذا المفهوم، بغاو يقولوا لنا بان كل شيء كالكولاب لا راه دابا الناس الشتا ما طاحتش، الزيت راه تيشريو الناس الزيت، راه ما تشرحها بالبركه، ما كاين غير الشري طحن. هذا المفتاح الاول. المفتاح الثاني النيه، راه ماشي هي السذاجه، ماشي هي الغباء، ماشي هي تخلي حقك. النيه هي صفاء السريره. وراه شحال من وحدين طلعوا فوق المنابر وتكلموا لنا على النيه وما كان والو، شحال من وحدين داروا الاحزاب وداروا الشعارات ديالها النيه وما كان والو، لانه لو كان حقيقه راه بانت الاثار ديالها. راه الا ما كانش الداخل ديالك بحال برا، والزاويات كيربيو على هذا المفهوم. النيه هي الصدق الداخل مع برا، وتاخذ بجميع الاسباب. الركراكي راه ماشي سي وليد الركراكي راه استراتيج، راه تيخطط، راه تينظم، راه مدرب وطني وشحال. ولكن لما قال لهم النيه بحال اللي بغا يقول لهم بان راه غنتقدم مع الاخرين في التقنيات ويقدروا يفوتونا، وراه غادي نتقدم معهم في الخبره. ولكن دابا العالم كله ولا يقلب على هذه كلمه النيه، وشحال تكلمنا عليها. انا كنعرف كثير من المفكرين ولاو يقلبوا على مفهوم النيه، الا بغاو يفهموا يجيو يقراو في المغرب. هو هذه هي النيه، وحسن النيه. حسن النيه هو الصدق والسريره. النقطه الثالثه هو الجذور العميقه. شي داك الامه المغربيه اللي ربات باخلاص وبصدق. وكيقولوا لنا الناس الا مشاو لاوروبا راه ما يبقاوش عندهم علاقه بالمغرب. الناس تعطات لهم خيارات اخرى وقالوا هذه البلاد، وهذا سر عاود اخر. كيفاش كترحل من هذه البلاد وتيجي لك الحب ليها؟ وانا هنا بغيت نطرح واحد التحدي. تصور هادو ناس في كرة القدم فتحنا لهم فرصة يشاركوا شنو داروا، ولو كان دابا نغوتوا على الناس ديال الاستثمار وبالنية وما نفسدوش عليهم المجيء ونقول لهم هاد البلاد شاركوا معنا فيها، ما نتعرضوا لهمش في مراكز الاستثمار نشوشوا عليهم ولا في الوزارات. معناها هذه بركة أخرى، هي حب هذا الوطن. كل شيء كيقول حب الأوطان، ولكن الامتحانات تثبت مصداقية هذا الحب. والنقطة الرابعة، المغاربة خلقهم الله أذكياء. علاش؟ لأن وقع لنا واحد الطبقات جيولوجية. جاو الفينيقيين علمونا التجارة، جاو اليهود علمونا الدهاء والعلاقات الدبلوماسية، الأمازيغ كانت فيهم الشجاعة، العرب جابوا معهم التوحيد والإيمان،